من اكتر الحاجات اللي مش لها تفسير لغايه دلوقتي هي ستريكس السناب شات. الحاجات دي حرفيا هوست الناس خصوصا البنات، والألعن انك تلاقي ولاد مصاحبه بنات، فالولاد بداوا يغيروا من البنات فبداوا يعملوا ستريكس زي البنات. انما بقى بعد ما سالت كتير وشفت وعرفت اكتشفت ان الاغلبيه بيهتموا بحاجه اسمها سكور سناب شات، وهو ده تقريبا السبب الرئيسي اللي هوس الناس. تيجي دلوقتي البنت تتكلم مع صاحبتها تقول لها انت سكورك كام على سناب شات؟ دي تقول لها 20,000. حتى انا تقول لها ياه ده انت فلاحه، ده انا سكوري 85,000. البنت التانية ام 20,000 تتهوس، ازاي دي 85,000؟ تقعد الليل كله ما تعملش حاجه غير ستريكس. مفيش مكان في شقتها مش بتسيبه غير لما تصوره، ما عدا بس مكان واحد اللي هو الحمام. بتصور هي وبتاكل، هي وبتشرب، قبل الاكل، بعد الاكل. بتصور لنا كوبايه الميه قبل ما تشربها. ايه الفكره ان حضرتك تبعتي لي كوبايه الميه؟ يعني هي ايه كوبايه الميه اللي بعتها لي دي؟ يعني ميه زمزم، ميه اللي يشربها ما يعطش تاني. وبعدين واحده طالعه السلم بتصور لنا عدد درجات السلم. يعني انا مثلا هتخرج هندسه مساحه وانا جاي اتقدم لك في عد الخطاوي والسلالم. وبعدين معلش يعني حضرتك دلوقتي سكور سناب شات بتاعك 100,000، انا سكوري 0. انت هتاخدي جايزه؟ صاحب السناب شات يعرفك ولا الهوا طبعا، لانكم مش فاهمين اصلا يعني ايه سناب شات. وبعدين كمان اللي يعمل الستريك بتاعته 1 ثانيه، يعني هو مثلا تيجي تفتحها تلاقيها خلصت. طب انت يا ابن انا لحقت اشوف حاجه؟ طيب ومسافه ما ابص على الموبايل الاقي الاستريك خلص. طب انا كده استفدت ايه ولا انت استفدت ايه ولا هم في ايه؟ طب يا جماعه نقلل الاستريكس شويه واهدى بقى، اهدى. في اخر الفيديو. شكرا للمشاهده.